شوف هاد السطور كتجري وما بغاوش يوقفوا. اول مره كتشوف هاد الشيء كتحس بان الامور خرجت من يديك وكتسد كلشي بالزربه قبل ما تخرب البيسي. وهاد الاحساس بالضبط هو اللي كيحبس الناس على التيرمينال، الاحساس بانك ما عندك حتى تحكم في اللي واقع. دابا شوف، بضغطه واحده وقفتو، كونترول سي، واللي كان كيجري ما كانش شي حاجه كتخلع، كان غير امر كيعرض لك ملفات البي سي ديالك وحده بوحده. في اخر هذا الفيديو غادي تكون انت اللي كتشغلو وانت اللي كتوقفو بيديك. قبل ما نبداو غادي نسمي لك 3 ديال المخاوف، ومتاكد انك حاس بواحد منهم على الاقل. الخوف الاول، تكتب شي حاجه غلط وتخسر البي سي ديالك. الخوف الثاني، شاشه كتهضر بلغه ما فهمتيهاش وما عرفش اشنو واقع فيها. الخوف الثالث، وهذا اللي ما كيبغي حتى واحد يعترف به، كتحس براسك ناقص، بحال هادشي ديال المحترفين وانت لا. المخاوف بثلاثه عندهم نفس الدواء، وهو اللي غادي نديرو دابا. مشروع صغير نبنيوه انا وياك خطوه بخطوه بالكيبورد بوحدو. ولكن علاش التيرمينال بالضبط؟ حيت كاع الادوات القويه ديال الاي اي اللي كتسمع بهم، ادوات الاتمته، الايجنتس، الادوات ديال البرمجه، فين ساكنين؟ ساكنين في التيرمينال. وغادي نكون واضحه معاك، باش تخلق فولدر وتبدل سمية ملف، الماوس اسهل واسرع. ما جيناش هنا نتسابقوا مع الماوس، جينا حيت ادوات الاي اي اللي كتصاوب لك تطبيق كامل واللي كتلخص لك 100 ملف في دقيقه ما عندهمش زر تورك عليه، عندهم غير سطر واحد كيتسنى تكتب فيه. اللي عارف يهضر معاهم غيتحل ليه باب ما تيتحلش بالماوس. ويمكن سمعتي مؤخرا بحاجه سميتها اي اي سكيلز، وهي ملفات كتحملهم كتعطيهم الاداه ديال الاي اي وكتولي خدامه احسن بكثير. وهما مزيانين وغادي نهضروا عليهم في القناه، ولكن كاين فرق مهم خاصك تفهمو مزيان. ديك سكيل مربوطه بالاداه ديالها، الا تبدلات الاداه او الا تسدات مشات السكيل معاها. اما اللي غادي تتعلمو اليوم غيبقى ساكن فيك انت، والتيرمينال اللي غتربح ما كاين حتى شي حاجه اللي غتحيدو لك، غتعلمو مره واحده وغيبقى معاك طول حياتك. وهذا هو موضوع هذه السلسله الجديده، المهارات اللي كتبقى معك. يلا نبداو. حل معايا التيرمينال. الا كنتي في ويندوز ورك على زر ويندوز وكتب تيرمينال. الا بانت لك ورك اونتر، وإلا ما بانتش مسح وكتب باور شيل. نفس الشيء، وغادي نمشيو بجوج عادي. انا غادي نخدم بباور شيل على ويندوز، وراه الاوامر الاساسيه اللي غادي نشوفو اليوم هي في الويندوز، في الماك وفي اللينكس. الاستثناءات الصغار حطيتهم لك مكتوبين في وصف الفيديو. الا كنتي في الماك حل سبوتلايت بكوماند زائد سبيس وكتب تيرمينال. وإلا كنتي في لينكس راك اصلا عارف. دابا راك قدام شاشه يمكن تكون مختلفه شويه على ديالي في اللون ولا في الجمله الاولى المكتوبه، ما تيهمش. المهم هو السطر الاخير اللي كيتسنى فيك، هذا سميتو البرومبت، وما كيتسناش منك شي حاجه تتخلع، كيتسنى منك غير جمله واحده. ويلا نكتبو اول وحده انا وياك بجوج. التيرمينال ملي كيتحل كيحل في شي بلاصه من البيسي، ويمكن التيرمينال ديالك حل في بلاصه وديالي في بلاصه اخرى. باش نتلاقاو في نفس البلاصه كتب معايا سي دي مسافه علامه الدولار ومن بعدها هوم بحروف كبار ماجيسكيل. هوم معناها الدار، وهذا الامر خدام في اي جهاز في الدنيا، ويندوز، الماك، لينكس. فين ما كنتي واقف كيرجعك للدار ديالك. احنا دابا بجوج في الدار، وحاجه خاصك تعرفها، الطريق اللي كيبان عندك ما غاديش يكون بالضروره بحال ديالي. عندي كيبان اسم المستعمل ديالي، وعندك غادي يبان ديالك انت، كل واحد ودارو. وغادي تشوف بزاف في الانترنت واحد العلامه معوجه عندها نفس المعنى بالضبط اللي هو الدار، غير في بعض الكيبوردات صعيبه شويه باش تكتبها. لهذا حنا غادي نخدمو بهوم. ها هو المشروع ديالنا اليوم، غادي نبنيو البنيه ديال مشروع اي اي صغير سميتو ماي اي اي بروجيكت. في الاخر غادي يكون عندك فولدر منظم
فيه الملفات والفولدرز ديالو، بنيتيه كامل بلا ما تقيس الماوس. وهذه ماشي بنية ديال التمرين وصافي. اي مشروع حقيقي ديال البرمجة ولا الاي اي غادي تحلو من دابا لقدام، غادي تلقاه مبني بنفس الطريقة. تخيل البيسي ديالك بحال عمارة كبيرة فيها بزاف ديال البارتمات، وانت دابا واقف في وحدة منهم وهي الدار ديالك. ولاحظ معايا حاجة، التيرمينال ديجا كتب لك فين انت. شوف السطر قدامك، الطريق كامل مكتوب فيه من الاول، ما كاين حتى شي حاجة مخبية عليك. ولكن ماشي ديما هكا. في الماك مثلا البرومبت الافتراضي كيوري لك غير سميت الفولدر اللي انت فيه، ماشي العنوان كامل. ولهذا كاين امر واحد كيعطيك العنوان الكامل في اي جهاز مهما كان شكل الشاشة. كتب بي دبليو دي وانتر، ها هو العنوان الكامل خارج لك مكتوب. وحتى الا تبدل شكل الشاشة هذا الامر كيعطيك ديما نفس الجواب. دابا عرفتي فين انت، بقى لك تعرف شنو كاين معاك هنا. كتب ls وانتر، ها هما الفولدرز ديالك: الديسكتوب، الدوكيومنتس، الداونلودز، والباقي نفسهم اللي كتشوفهم ملي كتحل الملفات بالماوس. بحال التيرمينال ماشي عالم اخر، هو نفس البيسي ديالك غير من باب اخر. وعندي عليها دليل غادي نوريها لك من دابا شويه. دابا نخلقوا المشروع ديالنا. كتب mkdir my AI project وانتر. شفتي رد عليك بجدول صغير فيه السميه ديال الفولدر جديد. هذا هو التاكيد ديالو بانه تخلق. وإلا كنتي في الماك ولا لينكس ما غاديش يرد عليك بوالو، تما الصمت هو علامه النجاح. كتب ls وانتر، وها هو my AI project حدا الفولدرز الاخرين ديالك. هذه اول حاجه خلقتيها بالكيبورد بوحدو. ودابا الدليل اللي وعدتك به. كتب explorer مسافه ونقطه وانتر، وشوف مزيان. هذه هي بالضبط نفس البلاصه اللي كنا فيها. وها هو my AI project اللي خلقتي دابا بالكيبورد، باين قدامك بحال اي فولدر اخر. في الماك نفس الحاجه بالامر open ونقطه. التيرمينال والفايل اكسبلورر جوج بيبان لنفس البلاصه. دابا ندخلو للمشروع. كتب cd my AI project وانتر. شوف البرومبت راه تبدل، راك دابا داخل الفولدر. وإلا بغيتي تخرج منه cd ومن بعدها جوج النقط، كترجع بك خطوه للور. ودابا عاود دخل، ولكن تسنى، واش غادي تعاود تكتب my AI project كامله؟ لا، كتب غير cd my وورك على مفتاح طاب في الكيبورد. شفتي كملها بوحدو. وغادي تلاحظ بانه زاد نقطه وسلاش قدام السميه وسلاش في الاخر. النقطه والسلاش معناهم من هنا، من البلاصه اللي انا فيها. والسلاش ديال الاخر غير علامه انها فولدر ماشي ملف. ورك انتر عادي. هذه سميتها لوتو كومبليت. من دابا لقدام كتب البدايه، ورك تاب، والتيرمينال غيكمل لك. هذه اول حاجه كتفرق بين اللي خايف من التيرمينال واللي مرتاح فيه. دابا غادي نخلقوا اول ملف. الامر ايكو كيرد لك اي حاجه كتقولها ليه. جرب ايكو هيلو وانتر، ردها لك في الشاشه، ولكن ما نفعنا بوالو. دابا شوف، وغنستعملوا حيله زوينه. الا زدتي هاد العلامه اللي هي اكبر من وسميت ملف، كتب ايكو ماي اي اي بروجيكت نوتس اكبر من نوتس دوت تي اكست. العلامه اكبر من معناها عوض ما تكتبها في الشاشه كتبها في هاد الملف. انتر. كتب دابا ls، ها هو الملف notes.txt تخلق. ودابا كيفاش نقراوه بلا ما نحلو حتى برنامج؟ كتب cat notes.txt، ها هو المحتوى. اذا خلقتي ملف كتبتي فيه وقريتيه
والماوس مازال في بلاصتو ما قصتيهش. المشروع ديالنا خاصو جوج فولدرز، واحد للداتا وواحد للسكريبت. كتب مكادير داتا و اونتر. دابا خاصنا نفس الامر للسكريبت. واش غادي تعاود تكتبو من الاول؟ لا، ورك على السهم الفوقاني ديال الكيبورد. شفتي؟ ارجع لك اخر امر كتبتيه، بدل غير داتا بسكريبت و اونتر. السهم الفوقاني كيحفظ لك كاع الاوامر اللي دوزتي، تقدر تطلع فيهم واحد بواحد. هذه الثانيه من الحركات اللي كيخدموا بها المحترفين كل نهار. دابا نديرو نسخه احتياطيه من الملف ديالنا. الامر سي بي يعني كابي كياخد جوج حوايج، اشنو تنسخ وفين تحطو. كتب سي بي notes.txt data slash notes backup.txt. ودابا كيفاش نشوفو واش دارت هاد النسخة؟ كتب ls مسافة داتا. شفتي نفس الامر ls اللي عرفتي، غير هاد المرة قلتي ليه ماشي هنا ولكن داخل داتا، وها هي النسخة. والنسخ الاحتياطي هذا هو اول حاجة كيديرها اي واحد قبل ما يخلي اداة الاي اي تقيس الملفات ديالو. وإلا بغيتي تبدل سميت شي ملف، الامر mv. كتب mv notes.txt readme.txt. كتب ls. شفتي notes.txt ولات readme.txt، نفس الملف ولكن سمية جديدة. ونفس الامر mv كينقل الملف من فولدر لفولدر اخر. وبالمناسبة الريدمي هي السمية اللي كيعطيوها المبرمجين للملف اللي كيشرح المشروع، يعني راك دابا كدير بحالهم بالضبط. دابا اخر امر في المشروع والوحيد اللي خاصك تحترمه، rm remove يعني المسح. النسخة الاحتياطية اللي درنا كنا غير كنجربوا بها نمسحوها دابا، ولكن رد البال rm ما كيديش اللي مسحتيه لسلة المهملات، كيمسحو نهائيا. ولهذا هذا هو الامر الوحيد اللي كنقول لك عليه ديرو باحتياط. كتب rm data slash notes backup.txt وكتب دابا ls data. غيبان لك باللي الفولدر ولا خاوي والملف تمسح. ودابا وقف معايا واحد سكوند، حيت هنا جات قاعدة السلامة الوحيدة في هذا الفيديو. شفتي بعينك دابا امر واحد قصير مسح ملف بلا ما يسولك وبلا سلة المهملات. هذه هي القوة ديال التيرمينال، وهذا هو الخطر الوحيد فيه. والقاعدة اللي كيتحميك منه هي ما تكوبي حتى شي امر من الانترنت وتلصقو في التيرمينال الا ما كنتيش فاهم اشنو كيدير. وهالحاجة الزوينة دابا، الخوف اللي كان عندك من التيرمينال انك تكتب شي حاجة غلط وتخرب البيسي ديالك، دابا عرفتي منين كيجي بالضبط. ماشي من الشاشة وماشي من الأوامر، من أمر كوبيتيه من شي بلاصة وما قريتيش عليه. ودابا راك عارف كيفاش تتجنبو. الشاشة عامرة بالكتبة، كتب كلير وأونتر. دابا ولات نقية. ودابا باش تشوف المشروع ديالك من الفوق دير الأمر تري. هاد الأمر خاص بويندوز. كتب تري مسافة سلاش وحرف اف. الاف معناها الفايلز، تتقول ليه وري لي حتى الملفات ماشي غير الفولدرز. وغادي تلاحظ في راس النتيجة حرف سي وحداه شي علامات صغار. النقطة هي هذيك اللي كتبتي مع اكسبلورر، ومعناها من هنا، يعني الشجرة بدات من المشروع ديالنا ماشي من القرص سي كامل. وها هي البنية ديال المشروع ديالك بشكل شجرة: الريدمي والداتا والسكريبت. بنية حقيقية بنيتيها كاملة بالكيبورد فقط بلا ما تقيس الماوس. وإلا كنتي في الماك ولا في اللينكس حطيت لك البديل ديال هذا الأمر في أول تعليق مثبت. وعقلتي على الموعد ديالنا، الشاشة ديال أول فيديو راه كاين غير هذا الأمر تري على الفولدر ديال الويندوز كامل، آلاف الملفات. جرب انت دابا، كتب تري سي نقطتان باك سلاش ويندوز
و انتر. وإلا كنتي في الماك ولا لينكس كتب ls مسافة ناقص r كبيرة مسافة سلاش يوزر. الار معناها دخل لكل الفولدرز وحدة بوحدة. وها هي نفس الشاشة اللي كتخلع، راها غير كتعرض لك الملفات وحدة بوحدة، ما فيها لا سحر ولا خطر. ودابا كنترول زائد سي وها انت وقفتيها. وتفكر معايا دابا المخاوف الثلاثة ديال البداية. كنتي خايف تخسر شي حاجة، صدقتي بنيتي مشروع كامل من الاول للاخر وما خسر والو. كنتي كتشوف شاشة كتهضر بلغة ما كتفهمهاش، صدقتي دابا عرفتي هاد الشاشة اشنو كتقول وفين انت وشنو كاين وشنو تدار. وكنتي حاس بان هاد الشيء ماشي ليك، صدقتي دوزتي الفيديو كامل وانت خدام به. في اول الفيديو كنتي كتخاف من هاد الشاشة، دابا راك كتحكم فيها. ملخص سريع ديال الاوامر اللي ولاو عندك دابا في الرصيد: الامر سي دي التنقل بين الفولدرز، والسي دي مع دولار هوم كترجعك للدار. الامر بي دبليو دي فين انا. الامر ال اس شنو كاين هنا. الامر ام كادير خلق فولدر. الامر ايكو مع العلامة اكبر من خلق ملف والكتابة فيه. الامر كات قراءة ملف. الامر سي بي النسخ. الامر ام في النقل وتبديل السمية. الامر ار ام المسح باحتياط. الامر كلير تنقية الشاشة. وفوقهم 3 ديال الحركات: تاب كيكمل لك، السهم الفوقاني كيرجع لك اخر امر، وكنترول زائد سي كيوقف اي حاجة خدامة. وإلا بغيتي تشوف البنية ديال المشروع الامر تري. وإلا بغيتي تحل اي بلاصة في الفايل اكسبلورر الامر اكسبلورر ونقطة في الويندوز، واوبن ونقطة في الماك. ونعاود لك قاعدة السلامة كما وعدتك، ما تلصق حتى شي امر ما فهمتيهش، خصوصا الا كان فيه ار ام. من دابا لقدام ملي غادي تشوف شي توتوريال ديال الاي اي وتبان لك الشاشة الكحلة، ما باقيش غادي تسد، غادي تعرف فين انت وشنو كاين وكيفاش تحرك. هذه كانت الحلقة الأولى من السلسلة، والحلقة الجاية إن شاء الله غادي نهضروا على جيت، الأداة اللي كتعطي المشاريع ديالك ذاكرة وكترجع بك في الزمان ملي تخسر شي حاجة. دابا ملي كملتي هذا الفيديو راك واجد ليها. والحلقة اللي بعد غادي نشغلوا أداة AI حقيقية داخل هذا التيرمينال اللي وليتي كتعرفوا، وغادي نختاروا وحدة مجانية باش تقدر تجربها معايا. وقبل ما تمشي بقات لك حاجة وحدة: المشروع ديالنا ناقصو فولدر ثالث سميتو دوكس، زيدو وكمل البنية بيديك، ومن بعد كتب لي في التعليقات غير كلمة واحدة درتها، غادي نكون تما كنجاوب على كل شيء. لائحة الأوامر كاملة مع الاستثناءات ديال الماك واللينكس غتلقاها في أول تعليق مثبت، وملف PDF في الوصف أسفل الفيديو. نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله.